أي السلام متابعين، كما تعرفوا أيامات وصلنا على الشهر المبارك شهر رمضان. دونك هذايا أول فيديو من تحضيرات رمضان. أول حاجة بدينا بالبريك، حاجة تونسية، هذيك علاش أنا زاد اليوم لبست حاجة تونسية. دونك اسمعوا لي بس القرمشة وشوفوا. دونك وصفة اليوم أوراق الملصوقة. يلا تابعوني خطوة بخطوة، والفيديو الجاي إن شاء الله باش نوريكم طريقة التفريز. نتعديو توا للمقادير نتاع الملصوقة باش نستحقوا نفس الكيس وإلا نفس الصحفة اللي تقيسوا بها. كيس سميد أرطب، معناتها سميد الفرخة وإلا سميد اللي يكون فين، معاه كيس فارينة يعني كيس طحين، نفس كمية السميد نفس كمية الفارينة. بوغ لو مومون باش نستعمل كيسين ماء دافي، مش سخون يحرق ومش بارد، ماء دافي. باش نبدا بكيسين، واذا استحقيت نزيد. باش نستحق ملعقه اكل زيت نباتي، تنجموا تعوضوه بزيت زيتونه كيف. اذا انتم الكيس نتاعكم اكبر تعملوا ملعقتين اكل زيت نباتي، وهوني ملعقه صغيره ملح. باش نستعملوا بانسو تكون هكايا سيليكون والا البانسو كيما نتاع الدهينه الاخرى ننصحكم بها خير. دونك هذوما المكونات، ويلا نشوفوا طريقه التحضير. نبداو توا في طريقه التحضير. اول حاجه عندي خلاط قدامي، نحطوا فيه كميه السميد، نحطوا فيه كميه الفارينه، نحطوا زيت كما قلت لكم. اذا الحاجه اللي تقيسوا بها كبيره تزيدوا شويه في كميه الزيت، ونحطوا الملح وكميه الماء. نبداو بكيسين، اذا ناقص نزيدوا. هذيك بركه وهذه اثنين، وتوا نخدموا الروبو ونخليوه يخلط كل شيء. دونك انا توا تفقدت الخليط، لقيته خاطر شويه. شنو باش نعمل انا هوني؟ باش نزيدو نصف كيس ماء دافيه كالعاده، نصف كيس ماء، شويه اخر شويه نص، وكالعاده نكمل نخلط مره اخرى. دونك توا هذا القوام اللي حشتي بيه باش نوريكم، باش نصبوا في صحفه ونوريكم القوام اللي حشتنا بيه كيفاش يكون. ريتو كيفاش تكون القوام نتاعو هكا. فوالا نكمل نصب باكي هكا، وهذايا القوام اللي حشتنا بيه باش نعملوا الملصوقه هكايا بالضبط. يبدا مش جاري ماء ومش عاقد. دونك توا باش نغطي عليه انا ونخليه يرتاح حكايه ربع ساعه هكاك. خليه كما قلت لكم يرتاح ربع ساعه، ومن بعديك نكملوا طريقه التحضير. توا بعد ما ارتاحت الخليط نتاعنا نتاع البريك، شنو باش نستحقوا؟ باش نستحقوا مقله ما تلصقش، وكما قلت لكم باش نستحقوا بانسو، وبين الكعبه والكعبه باش ما تلصقش يا نعملوا السميد هذايا الناعم، والا بالبانسو نعديو شويه زيت. دونك انا اخترت الطريقه هذيا، وانتم تختاروا الطريقه اللي تعجبكم. هوني كيما تراو حطيت المقله على الغاز، ونجي هوني خاطر الكميه ما شاء الله عندي برشا، باش نقص فيها في صحفه صغيره في معون صغير باش نلقى روحي ارتاح يعني في الوقت اللي نبدا نخدم فيها، ما تبداش في يدي ثقيله. دونك نغطيو هذايا خليوها على روحها هوني. بالنسبه طريقه التحضير عندكم طريقتين، يا تحطوا ديريكتومون على النار وتخدموا هكايا المقله، وبيان تحطوا طنجره فيها شويه ماء للنص يعني ماء سخون، وتحطوا المقله من فوق وتبداو تخدموا. الطريقه الثانيه بالنسبه اللي تحس روحها معناتها النار تغلبها ما تبداش سريعه، تستعمل الطريقه الثانيه. اذا انتم تقدروا رواحكم اعملوا هكا ديريكتومون، تحطوا المقله على النار
وتخدموا كيما الطريقه باش نوريه لكم انا توا. اول حاجه ناخذوا هكايا شويه كلينكس والا قطعه قماش نظيفه، نحطوا عليها شويه زيت نباتي ونمسحوا المقله نتاعنا اللي باش نخدموا فيها. باهي، ثاني حاجه الخليط هذا اللي عملناه مع بعضنا نجيو هوني ونبداو. خليني نقبل لكم الكاميرا باش تفهموا اكثر كيفاش نخدموا. نجيو توا لطريقه التحضير. ناخذوا شويه كلينكس والا قطعه قماش نظيفه ونحطوا عليها شويه زيت نباتي ونمسحوا المقله اللي باش نخدموا فيها. علاش؟ باش ما نضمنوا انها ما تتلصقش الجمله. من بعديك ناخذوا الخليط نتاعنا ونعملوا هكايا طريقه دائريه. شوفوا هكايا مثلا نفس الاتجاه، ونعدي هكايا البانسو بنفس الاتجاه، ما تخافوش. هكايا نفس الاتجاه، بشويه بشويه تبدا تظهر الكعبه. ونعديو على الحروف باش ما يجيوناش شيحين. دونك هكا حقيقه حاولت نقلب لكم الكاميرا، دونك ما نجمش نخدم بايد واحده، وذاك علاش نخدم بزوز ايدين طوعني احسن. دونك هكايا هكايا شويه 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 لين الكعبه نتاعنا ما شاء الله تجي مرتوبه. ونعاودوا على الاجناب كما قلت لكم باش ما يجيوش شايحين ويتكسروا فاسيلمون. واي نقب تشوفوهم تعملوا هكايا فوقهم. اوكي، هكا تعملوا فوقهم. الطريقه هذه تضمنوا ما تجي فيها حتى نقبه. فوالا، تخليوها هكايا تشيح. وعلى فكره هي راهي تجيب من جهه واحده، مش كيما الكريب على جهتين. تخليوها وقت اللي تشوفوها شيحت كومبليتمون، تبدا شيحه كلها. باش نوريكم كيفاش نخرجوها من المقله. هي ما تطولش راهو. دونك تشدوا هكا من الحرف وتجبدوا هكايا. فوالا، دونك انا كيما تشوفوا محضره كعبيت قبل، جوست نحط الكعبه هذيا فوقها. وشنو باش نجي نعمل؟ ريتو السميد اللي قلت لكم عليه يتحط بين الكعبه والكعبه. علاش؟ باش ما تلصقش. يلا خلينا نعملوا كعبه اخرى ونعاود نوريكم. ريتو كي نكملوا كعبه شنو نعملوا؟ ناخذوا هذايا البابي اللي قلت لكم عليه ولا قطعه القماش فيها شويه زيت ونمسحوا نحيو كل الديشي. شفتوا قد ايه ديشي؟ حبيت نوريكم الكعبه الثانيه. شوفوا هما النقب اللي نحكي لكم عليهم كيفاش تصلحوهم. تعملوا من فوق، والا الحروف كي تحسوهم هكايا جويدين كيف تعاودوا فوقهم هكايا. اي نقبه ما تخليوهاش باش من بعديك الخليط ما يخرجش منها. هكايا معناتها تصلحوا خدمتكم هيك اهو. فوالا، تستناوها حتى يكشيلين تشيح. وكيما تشوفوا حبايبي توا هكا كملت الورقات البريك. كيما تشوفوا هذه الكميه اللي عملتها انا. عملت في المقله الكبيره، وعملت زيده باش نقول لكم على اسيوس زيده اخرى. في مقله صغيره عملت كعبات صغار هذوما للبريك صويبه. دونك الطريقه اعتمدوها ناجحه ناجحه برشا. ان شاء الله نتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. ما تنسيوش لايك وكومنتير للفيديو وبارطاجيو زيده لاصحابكم. وسلام في وصفه قادمه.